السلام عليكم ورحمة الله. لأني أحبكم في الله أهديكم هدايا أرجو أن تقبلوها. والحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، والهدية جميلة ورائعة. فلا أريد أن ما بدي أعطيكم فلوس ولا شيء، لكن هدايا أجمل من الدنيا وما فيها. لأنه الصحة هي عندك تريليونات ومليارات، وعندك شهادات بس ما عندك صحة، وعندك امراض واوجاع وقرحه وتصلب شرايين وسرطان وسكري وضغط، لا سمح الله لا سمح الله، الله يشفي الجميع. ماذا تستفيد؟ فانا بدي اعطيكم، اسالكم بالله، هذه الحلقه مهمه جدا جدا جدا، واسالكم بالله تبعتوها لكل حدا بتحبوه. حلول. حصر البول ايها الاحبه لفتره طويله جدا يؤدي الى سبب الموت، الى الموت بسبب نقص الصوديوم في الدم، ويدعى بالتسمم المائي. ادخل الحمام كل نص ساعة، كل ساعة دخل ولدك، زوجتك، ابنك، اسكنوا على باب الحمام، ما في مشكلة. لأنه المي لما بنشربها هذه عبارة وعزكم الله، ولما بندخل على الحمام هذه كلها سموم موجودة عندنا عم تطلع. فالتسمم البول قد يؤدي إلى التسمم ثم إلى الموت لا سمح الله. 2، القهوة. 100 كأس من القهوة في أقل من 3 ساعات كافية لقتلك. قال أنا ما بروق ولا بصحصح ولا إلا على القهوة. طيب يا حبيبي، الله يرضى، كل شيء بقدر. المشروبات الساخنة، عندما تشرب مشروب ساخن كثير ويلذعك على لسانك، فإنه يموت ما يقارب 3 مليون خلية. 3 مليون خلية، يعني لا بارد كثير ولا ساخن كثير. قال ما الغلوة على الكلوة. وين هذا؟ بأي آية قرآنية ولا بمسيحي ولا بيهودي ولا مسلم ولا بقرآن؟ ايش يعني يا جماعة في توازن، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الهدية الرابعة اللي بدي أهديكم إياها أيها الأحبة، إذا شعرت بالتعب يا حبيبي، يا أختي الفاضلة، يا حبايبي، يا كبار يا صغار، نصف كوب من برتقال، من عصير البرتقال. بس تعبت، خذ نصف كوب أو كوب من عصير البرتقال. إذا أنت مصاب بالفطريات، أكثر من تناول الثوم. كم بدنا نحكي على الثوم صيدلية 70، ده صيدلية كاملة. خذ الثوم بس صار عندك فطريات. الهدية السادسة، إذا منزعج من حرقة المعدة، عندك حرقة بالمعدة وكذا إلى آخره، نقيع البابونج. مع احترامي لكل أطباء الدنيا ولكل صيدليات وأجزخانات الدنيا، نقيع البابونج، الله يرضى عليكم، وبتدعي لي إن شاء الله بعده. إذا شعرت بتعب في راسك وبينتابك، البطاطا المسلوقة. تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في جسمك، أقضم كمثرى. شايفين؟ الهدية التاسعة مشان تدعوا لي، الله يحفظكم. في عندك عوارض الحساسية عم بتضايقك كثير، أناناس. حكينا حلقتين كاملتين على الأناناس، الله يشفيكم. شوف على الهدايا الربانية ما أجمل هذه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا مفاصلك عم توجعك، هاي الهدية العاشرة اللي بختم فيها، تناول السمسم. احرص على تناول السمسم، وإن شاء الله بتصير بطل بإذن الله، وبتصير بطلي. ربي يحفظكم، ربي يشفيكم. بدي دعوة منكم من وراء ظهر الغيب. يحفظكم ربي ويكرمكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.